لو الحمام بتاعك مريح، الحمام بتاعك ما بيبيضش، الحمام بتاعك متوقف عن الانتاج، الحاجه دي لو اشتغلنا بيها ان شاء الله باذن الله هتعمل اذابه للدهون، هتخلي الحمام المريح يرجع يشتغل تاني، والحمام اللي هو شغال فعلا هيشتغل ويلحم العش في العش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله النهارده هنتكلم على حاجة مهمة جدا. لو الحمام بتاعك مريح، الحمام بتاعك ما بيبيضش، الحمام بتاعك متوقف عن الانتاج، الحاجة دي لو اشتغلنا بيها ان شاء الله بإذن الله هتعمل إذابة للدهون، هتخلي الحمام المريح يرجع يشتغل تاني، والحمام اللي هو شغال فعلا هيشتغل ويلحم العش في العش كمضاد للسموم. بالنسبه للاعلاف اللي احنا بنقدمها او الكلفه اللي هي بتبقى ملوثه، الكلفه المليئه بالذره الصفراء عشان طبعا بتعمل تليس على المبيض، فلازم ان انا اشتغل بخل التفاح ولو مره واحده بس في الاسبوع. زائد كمان ان هو مضاد قوي جدا للسموم، مضاد للفطريات. الكنكر الحويصلي اللي الناس بتشتكي منه في فتره من الفترات كده، بتيجي عند الزغاليل بيحصل تحجر في الحويصله، عايزين طبعا الحاجات دي كلها ما تحصلش معانا خاصة في موسم الصيف. ان شاء الله الحاجة دي بإذن الله لو قدمناها هتحمي حمامنا كمضاد سموم قوي جدا من أي بكتيريا، إذا كانت بكتيريا بتؤدي للسالمونيلا أو كنكر حويصلي أو كنكر بالفم أو بالقصبة الهوائية. وزي كمان إن أنا هزود بيها الإنتاج بتاعي. لو أنت فعلا بتشتغل بالجرعة دي مباشرة أسبوعيا، صدقني الحمام عندك لا يتوقف عن الانتاج، النوتة هتفضل شغاله باستمرار والحمام مش هيجيله اي امراض. لو الحمام عندك بقاله فتره كبيره جدا ما بيبيضش، يبقى لازم انك انت تشتغل 7 ايام متواصله مع جرعات خل التفاح 5 سم على اللتر يا جماعه. ان شاء الله باذن الله بعدها الحمام هيبدا ان هو يشتغل. كده بعمل اذابه للدهون اللي على المبيض. نسبه الدهون اللي هي بتبقى على الاناث، التشحم اللي هو بيبقى على المبيض ده بيخلي النتايه فعلا ما تبيضش. الدهون سبب اساسي ورئيسي فعلا في قله الانتاج، فعشان كده لازم ان انا اهتم بالكلفه المتوازنه اللي انا اتكلمت عليها، اقلل من الذره الصفراء. زي ما قلنا كده يا جماعه بنخليها نسبه وتناسب، وممكن تبقى اقل من النص كمان. لو انا بحط 20 يبقى احط 10 ذره صفراء على الكلفه بتاعتي. الناس اللي هي بتقدم اعلاف، واتكلمنا قبل كده على الاعلاف يا جماعه، الاعلاف من الحاجات الاساسيه اللي هي بتضر الحمام بتاعنا. كلنا بنفرح بزياده وزن الزغلول نتيجه ان هو بياكل العلف، وفي ناس تقول لك انا احط العلف على الكلفه بتاعتي مش هيحصل اي حاجه، وما تسمعش كلام حد. الكلام ده خاطئ جدا. على المدى البعيد يا جماعه بيحصل زي تليس على المبيض بتاع الاناث، فده بيؤدي لقله الانتاج. ودي طبعا لمستها مع الحمام بتاعنا. أنا لازم اقدم خل التفاح ولو مره واحده بس في الاسبوع، عشان ده طبعا مضاد سموم بيحميني من الامراض البكتيريه، وزائد ان هو بيحافظ على الحمام بتاعنا. مضاد سموم طبيعي وقوي جدا للحمام بتاعنا، بيزيد كل التشحمات اللي هي على الجسم، الدهون تبقى زياده عن اللازم. كمان بيشيل الدهون اللي على المبيض بالنسبه للاناث، ودي من اهم الحاجات اللي هي بتساعدني في زياده الانتاج. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في فتره من الفترات كلها عوامل بتؤدي لزياده الانتاج. الاعشاب طبعا، بعض الاعشاب بنتكلم عليها بنقول دي سبب اساسي في زياده الانتاج، وبعض الاعشاب برضو ان احنا ممكن نشتغل بيها فعلا تزود الانتاج، ولكن دي الحاجه الاساسيه والرئيسيه اللي انا لازم اشتغل بيها باستمرار. اذا كنت طبعا بقدم عيش، علف، كلفه غير متوازنه، دي فعلا لازم انك انت تستخدمها، ولازم انك انت اساسا لو بتقدم الحاجات دي تستخدم مضاد سموم. مش هلاقي اقوى من مضادات السموم اللي هي في خل التفاح. زاد ان هو كمان بيحمي حمامك من السالمونيلا، اي امراض بكتيريه، كنكر، الكلام ده كله، لان طبعا البكتيريا لا تتفاعل مع الحمض. والخل التفاح من الاحماض، والاحماض مهمه جدا ان احنا لازم نقدمها للحمام بتاعنا ولو مره واحده بس في الاسبوع عشان تساعد في زياده الانتاج. دي كده الحاجه اللي انا كنت طالع اتكلم عليها، وحاجه مهمه جدا ان انا لازم استخدمها زي ما انا قلت كده ولو مره واحده بس في الاسبوع، عشان ازود الانتاج عندي، عشان اقلل نسبه الدهون اللي انا اتكلمت عليها، احافظ على حمامي من الامراض البكتيريه اللي هي بتبقى منتشره سواء في الصيف او في الشتاء. فدي حاجه مهمه جدا ان انا لازم استخدمها ولو مره واحده بس في الاسبوع. لو انا فعلا عندي الحمام ما بيبيضش وقاطع انتاج بقاله فتره كبيره جدا، لازم ان انا اشتغل 7 ايام متواصله مع الحمام بتاعي بخل التفاح
5 سنتي على اللتر. اذا كنت همسق جماعي سنتي بالفم مباشر للفرد بتاعنا او النتايه اللي هي قطع انتاج، وممكن ندي الذكر والنتايه مفيش فيها اي مشكله. 7 ايام متواصله، وبعد كده بقدم باستمرار زي ما انا قلت كده مره واحده بس في الاسبوع اسبوعيا. خلي التفاح مهم جدا جدا للحمام بتاعنا، ومهم جدا اذا كنت فعلا مهتم بتربيه الحمام، مهتم انك انت تحافظ على الحمام بتاعك من اي امراض بكتيريه، تحافظ على الحمام بتاعك وتديله مضاد سموم والتشحمات اللي هي بتبقى على المبيض، عشان يفضل ان الحمام بتاعنا في انتاج مستمر وما تقطعش انتاج اذا كان في الصيف او في الشتاء، ويفضل عندك فعلا الانتاج مستمر مع الحمام بتاعك. واسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.